في إطار سياساته الجديدة في تشبيب المنتخب الجزائري من خلال استهداف العصافير النادرة في البطولات الأوروبية، يضع الناخب الجزائري جمال بلماضي أعينه على موهبتين جديدتين من أجل ضمهما إلى المنتخب في أقرب الآجال. وبعد التحاق الشايبي والبوعناني وعوار وحجام وقيطون بالمنتخب الجزائري، يرغب الناخب الجزائري جمال بلماضي بالمزيد في إطار خطته الجديدة، حيث يراقب عناصر أخرى ظهرت في الجولات الأخيرة من الدوريات الأوروبية مع أنديتها لهذا الموسم. ويظهر في الصورة اللاعب إبراهيم مازا، وهو مهاجم فريق هيرتا برلين الألماني، وأمين مسوسة اللاعب الصاعد مع فريق ليل الفرنسي. ووفق معلومات نشرها موقع العربي الجديد، فإن بالماضي أكد لمقربيه إعجابه بالبداية التي سجلها اللاعب مازا في منافسات البوندسليغا، بعدما تمكن في أول ظهور له خلال الجولة الأخيرة من المنافسة من تسجيل هدفه الأول مع فريقه هيرتا برلين ضد وولفسبورغ، إضافة إلى أرقامه المميزة مع الفريق الرديف، مع العلم أن مازا البالغ من العمر 17 سنة قد وقع خلال شهر أفريل الماضي على عقد احترافي أول مع الفريق الألماني. وحسب المصدر ذاته، فقد أمس أمين مسوسة البالغ من العمر 18 سنة أحد أبرز المواهب الصاعدة في فريق ليل، وشارك في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي، إضافة إلى الموهبة التي أظهرها مع فئة الشباب لمنتخب الديوك، مع العلم أنه سبق له أن مثل منتخب المغرب للشباب بحكم أن والده مغربي، إضافة إلى كون والدته جزائرية، وهو ما يسمح له بالاختيار بين 3 منتخبات. وحسب موقع العربي الجديد، يعول جمال بالماضي على علاقة الصداقة القوية التي تربط بين بدر الدين بوعناني واللاعب أمين مسوسة لإقناع هذا الأخير باللعب للخضر، حتى أن لاعب فريق نيس كان بدوره قد تفاعل في الأيام الماضية مع إحدى منشورات مسوسة على موقع إنستغرام بعبارة "سنلتقي قريبا"، وهو ما أعطى تلميحا قويا حول إمكانية رؤيتهما معا مع المنتخب الجزائري.